مفاجأة غير متوقعة بالمرة، عروس الشرقية في أول ظهور بتقول تفاصيل مش هتصدقوها. علا عروسة إسماعيل اللي توفى عريسها جنبها بالفرح بليلة زفافهم من بعد 5 سنين غربة، طلعت وهي ايه سبب تواجدها لحد الآن في منزل عريسها، وليه ما راحتش بيت أهلها من بعد وفاة إسماعيل، وايه دخل أخو إسماعيل بعروسة أخوه. أخبار انتشرت جدا وهنأكدها لحضراتكم، وتصدرت كل مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوفاة اللي أثرت فينا جميعا. وفاة طبعا إسماعيل عريس الشرقية اللي مات ليلة دخلته قبل ما يدخل حتى شقته. هنعرف مع بعض كل ده، وهنقول لحضراتكم بالصوت والصورة زواج عروسة الشرقية من أخو إسماعيل، من أخو إسماعيل اللي مات يوم فرحه، سبب تواجدها في المنزل ليه لحد دلوقتي. هنعرف كل التفاصيل. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. علا عروسة إسماعيل اللي مات يوم فرحهم قبل ما يدخل بيها، لحد اللحظة دي ما دخلتش شقة الزوجية الخاصة بيها هي وإسماعيل، عايشة في نفس الشقة اللي حماتها عايشة فيها، عايشة في غرفة إسماعيل بين ذكرياته بين حاجاته بين كل حاجة، ومش قادرة تطلع شقتهم اللي جهزوها مع بعض هما الاتنين بعد حب 12 سنة. والد علا طبعا طلع واتكلم وقال انا كنت اتمنى ان بنتي تموت مع اسماعيل ولا تعيش العذاب اللي هي فيه دلوقتي. بنتي كل ما تقوم من النوم بتقوم تصرخ وتبكي وتنهار، وبعد كده بنهديها وننيمها تاني. انا بنتي اكنها ميتة حرفيا، بنتي مش عايشة من يوم رحيل اسماعيل. قضية فعلا شغلتنا كلنا، وفاة عذبت الجميع، وفاة أثرت في نفوس الكل، تحس إنه واحد مننا واحد نعرفه. فعلا ربنا يكفينا شر فواجع الأقدار. شفنا وفاة إسماعيل جنب عروسته، وشفنا كمان وفاة ضاضة أو رضا ابن إسماعيل الليثي اللي وقع من الدور العاشر. دي كلها مواعظ، دي كلها حكم من ربنا بتيجي علشان الواحد ياخد عظة ويفوق من اللي هو فيه. سبحان الله. طبعا الناس ما سابتش كل ده، لأ، اتكلمت وقالت ان علا قاعدة في بيت حماتها علشان شقتها اللي فوق هتتجوز اخو اسماعيل فيها. متخيلين الناس سابت كل ده وبيأكدوا على الكلام ده، وبيقولوا بدل لسه ما روحتش لانها لسه بنت وان هو ما دخلش بيها، قاعدة عند حماتك بتعملي ايه؟ ليه قاعدة في بيت الزوجية؟ المفروض كنت تروحي عند اهلك. عشان كده التكهنات ظهرت انها تتجوز اخو اسماعيل. طب معقولة بعد حب 12 سنة لاسماعيل، قصة حب كبيرة قوي الكل عارفها، هتتجوز اخوه؟ اكيد دي كلها كلام ملوش اي اساس من الصحة، على الاقل حتى في الوقت اللي الست دي فيه. علا حرفيا تعبانة. عروسة الشرقية تعتبر عروسة مكتوب كتابها لكن فعلا لم يدخل بها، ولكنها لها ميراث شرعي ولها ربع تركة إسماعيل، لها النصيب الأكبر في الأسرة. لكن قالت أنا مش عايزة حاجة من كل ده، أنا والله ما عايزة أي حاجة غير أكون في أوضة إسماعيل، عايزة بس أعيش في المكان اللي هو قعد فيه. علا هتتجوز أخو إسماعيل؟ مفيش حد قال الكلام ده، وأكدوا كله بيقول بعض التكهنات. إسماعيل الله يرحمه ويصبر قلب عروسته ويصبر قلب والدته. طبعا هي بتمر بفترات صعبة جدا وفي أصعب أيام حياتها. ادعوا لها إن ربنا إن شاء الله يلهمها الصبر، لأنها بتمر بحالة شديدة جدا من الانهيار ومش قادرة تتخطى اللي حدث. إسماعيل مات في حضنها يا جماعة في العربية وهم جنب بعض.